شجرة الطلح تتسيد معظم المساحة الغابوية بإقليم السمارة والبالغة 38 ألف هكتار. هذه الشجرة الصامدة في وجه قسوة المناخ الجاف والحار وقلة التساقط تهددها أعمال القطع والتفحيم. شجرة الطلح يعني كتميز أنها شجرة كتعمر، كتوصل 300 او اكثر، 300 سنه او اكثر. في الاونه الاخيره كنلاحظوا يعني التطاول ديال الاناس من اجل التفحيم ومن اجل نقل الاخشاب، الشيء الذي كيضر بالطبيعه وكيضر بالغطاء النباتي في الاقليم. شجرة الطلح تمتد من إقليم طاطا إلى جهة وادي الذهب. غدت الآن مصدر رزق للعديد من النساء اللواتي يستخرجن منها منتوجات عدة كعلك الطلح ومواد أخرى تصلح للتداوي وكذا لإعداد الشاي. يقبضوا ورقه يجي معه يدقوه زين في بدن حد يوجعه بدن، وزين في حمان المعيد، وزين في القاش هم اللي يقبضوهم اللي يربخوا بها الراس حد ما مسكوا في الصحراء. بعدين نقول لك انا في الصحراء مساعدنا في الصحراء، وخربوا يقبضوه يديروا مع المقلي، يبغوا الزراعه المقلي يديروا مع حد فيه القلب وحد فيها اوراق. اصلا قاع ما كنا نشتغلوا قاع في شيء اصلا، ومن يجبرنا هاي الجمعيه بدنا نشتغلوا عليها شوي، مثلا عندنا نلهوا بها وقتنا ومولي مستافدات منها شوي. جهود مستمرة تبذلها الجهات المعنية بإقليم السمارة لتخليف هذه الشجرة التي تميز الصحراء حفاظا على التوازن الغابوي والبيئي بهذه المنطقة.